النهارده هكلمك عن 7 أسباب خفية كان ورا رفضك في مقابلة العمل. أنا المحقق هو من وكالة LCIA الدولية لمكافحة جرائم الإنجليش. 1. حفظ الإجابة بالإنجليش. لما يكون عندك انترفيو ما تحفظش الإجابة بالإنجليش عشان ما تعطلش في النص وانت بتتكلم لمجرد انك مش قادر تفتكر الكلمة اللي انت حفظتها. البديل الآمن، احفظ النقط اللي انت هتتكلم فيها بس. يعني لما تقدم نفسك اعرف انك هتتكلم عن اسمك وسنك ودراستك وخبرتك. بعد كده تبتدي تتكلم في كل جزئية في تكنيك اسمه التلاتات. يعني كل جزئية هتتكلم فيها يكون تحتها 3 جمل على الأقل، ممكن 2 عادي. يفضل انك تتبعه في الحالة دي. خليك دايما مرن، يعني لو ما لقيتش كلمة معينة حاول تلاقي البديل بتاعها أو أقرب كلمة ليها في أسرع وقت وتقبل ده. 2. الاكسنت اوفر ثينكينج. دايما بتشغل بالك باللكنه وانت بتتكلم انجلش، والحقيقه ان اللكنه مش مهمه قد اهميه انك تتكلم لغه صحيحه، جمله سليمه وفوكاب واضح وبسيط خاليه من اخطاء الجرامر. ده هيكون كافي جدا للانترفيور. مش هيحاسبك ابدا على الاكسنت، بس هيحاسبك اكيد على اخطاء اللغه اللي انت ممكن ترتكبها سواء كنت واعي بيها او لا. عشان كده خلي كل تركيزك على اللغه نفسها مش الاكسنت. 3. عدم وجود معلومات كافية عن المكان. هو سؤال أكيد في كل انترفيو هتتسأله، أنت ليه عايز تنضم لنا؟ فلو أنت مش جاهز بأربع أو 5 معلومات عن المكان اللي أنت بتقدم ليه تبقى أكيد في ورطة. حاول تدخل على السايت الرسمي بتاع المكان، جمع 4 أو 5 معلومات، لخصهم في جمل إنجليش بسيطة، ما تحفظهمش، حاول تعبر عنهم بطريقتك. ابتدي إنك تقراهم كذا مرة ورا بعض لحد ما لسانك ياخد عليهم وتقدر تقولهم بشكل طبيعي. 4. ما تتفشخرش. الفشخرة عموما حاجة مش مطلوبة في الانترفيو، وبما اننا بنتكلم عن الانجليش النهاردة فالفشخرة باللغة يعني نو كومنت. دايما اعتبر الانجليش هو وسيلة او أداة للوصول لشيء، مش حاجة تشو اوف بيها. استخدم الانجليش بشكل طبيعي العادي بتاعك مش اكتر. 5. الثقة الفيك. حاول تكون واثق بهيئتك وكلامك وطبيعيتك، وبليز ما تقعدش تتهز في الكرسي اثناء الانترفيو. دي عند الانترفيور بتكون حاجه من اتنين، انك من جواك متوتر ومهزوز ودي حركه لا اراديه بتداري بيها التوتر ده، او انت بطبعك مستفز اللي هو انا جامد يعني، والشغلانه دي ما تلزمنيش قوي بصراحه. انا كده معاك وقت بس يعني مش اكتر. 6. لو نطقت حاجه بطريقه غلط كمل عشان ما تتوترش زيادة، وحاول تتجنب الخطأ ده بعدين، خصوصا انك هتلاقي الانترفيور بيحاول يقولك كمل عادي مفيش مشكلة. 7. خليك بروفيشنال قدر المستطاع، يعني تمام الانترفيو خلص thank you for your time bye، بس كده. وبلاش بقى جو الأسئلة اللولبية ده اللي من خلالها ممكن تعرف الدنيا ماشية ازاي، ايه نظامكم في الشركة، المرتب ايه اخباره، واطمن ولا لأ. لو استنصحت على الانترفيور هيعرف. وعموما هو مش مسموح لك تسأل الأسئلة دي غير بعد ما تعرف نتيجة الانترفيو، فده بالنسبة له هيكون ريد فلاج، يعني هياخد عنك انطباع انك شخص مش سالك وممكن تلف وتدور بشكل عام، وده ممكن يقلل من فرصك. This was Detective Who English Decoded.